الفنان الكبير الراحل خالد صالح، من أول لقطة كنت من المؤمنين جدا بعمق موهبته. هو يعرف قد إيه أنا من الناس اللي عارفين مكانته وقدراته الفنية، ودايما كان ممكن يبقى في قدر من التواصل من وقت للتاني، يتكلم يقول عجبتني الحلقة الفلانية، يعلق على حاجة. كنا بنحضر لحلقة وسجلنا الحلقة واتفاجئت جوه الحلقة بأن هو مريض قلب. ما كنتش أعرف قبل كده، لأن هو عمره ما حكى ده، ما بيحكيش عن أوجاعه ومشاكله. وجزء من تحضير الحلقة قلت له تيجي نروح نصور في مسرح الهناجر. قال لي ياه، ده انت تكوني عملتي فيا جميلة، انا نفسي اروح الهناجر من زمان. عارفة يا منى انا بقالي كام سنة ما روحتش الهناجر. قلت له فرصة سعيدة جدا، يلا. واتصلنا فعلا بإدارة مسرح الهناجر واخدنا ميعاد الصبح بدري. احنا صورنا رد فعله لما دخل المسرح، انما اللي ما صورناهوش واللي انا بفتكره دلوقتي مع حضراتكم هو اداؤه الغريب واحنا في المسرح. مش بس ان هو كان بيتحرك زي العيال وزي الاطفال ومبسوط وعمال يفتكر كل حاجه، انه تقريبا ما سابش واحد بيشتغل في مسرح الهناجر غير وسلم عليه. يقول لهم فاكرين عم فلان؟ انا عايز اروح اسلم عليه. الراجل اللي كان عند شباك التذاكر والنبي اسلم عليه. اللي كان مش عارفه مين في الكواليس اسلم عليه. ساعتها يعني ما توقفتش كتير عند ده، بس انا دلوقتي شايفاه ان هو فعلا كان بيسلم على الدنيا، بيسلم على الناس، بيسلم على اللي هيتفرج على الحلقه. انا قادره اشوف اداء خالد صالح اللي بالنسبه لي كان غريب، لان انا عملت معاه مقابلات قبل كده. انا قادره اشوفه كان مرتب، او في حاجه في قدريه. انه هو على مسرح الهناجر سالت سؤال اعتباطي كده، قلت له هو انت عملت مسرحيات شعريه او فصحى؟ سؤال يعني واقفين على المسرح. فراح فجأة ومن غير مقدمات ابتدى يلقي قصيدة عظيمة، قصيدة الأنبياء، عودة الأنبياء لفاروق جويدة لوحده، وابتدى يتكلم وأنهى القصيدة بعبارة أنا يا رسول الله أحيا كي أموت. لا هو ولا أنا كنا نعرف إن هي دي العبارة اللي هتتحط بصوته في جنازته وفي وداعه للدنيا، وهي أجمل عبارة. يعني اللي أبن خالد صالح هو نفسه ببيت شعر بيناجي فيه رسول الله. ساعة الحلقة كنت بشوفها بشكل فني، بعد الحلقة أنا بفتكر كل التفاصيل اللي حصلت قبلها وأثناءها، وبقول الراجل ده الله يرحمه كان قاصد يودعنا كلنا بشكل استثنائي. لما دخل مسرح الهناجر كان مبسوط، متحمس، مشتاق، حالة غريبة. أصل بقاله أكتر من 13 سنة ما مثلش هنا. يا لاهي عن الصمت في المسرح، لقد تعلمت منك يا مسرح الصمت كما تعلمت الصبر، صمتا جميلا وصبرا جميلا. أهلا أهلا رسول الله يا خير الهداة الصادقين. أنا يا محمد أتيتك من ضروب الحائرين، فلقد رأيت الأرض تسكر من دماء الجائعين، والناس تحرق في رفات العدل. مات العدل فينا من سنين. أنا يا رسول الله حائر، من يرحم الآباء، من يحمي البنين. ماذا تقول إذا سرقت الناس؟ خبرني. وطيف الجوع يقتل طفلتي، وأموت على الطريق وحوله يجري اللصوص وهم سكارى من بقايا مهجتي. بالله خبرني رسول الله، أين بدايتي؟ أين نهايتي؟
أنا يا رسول الله لم أعرف مع الدجل الرخيص. حكايتي من أكون؟ ماذا أكون؟ أمام قبري مدينتي، وأموت في نفسي أموت، وأموت في خوفي أموت، وأموت في صمتي أموت. أنا يا رسول الله أحيا كي أموت. قالوا بأن الموت موت واحد، وأمام كل دقيقة قلبي يموت. قبل